صباح الفل يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم ريفيو عن اصغر ميني وافل موجودة في السوق. طبعا الصورة اللي حضراتكم شفتوها دي اللي انا عاملة بيها الوافل اول مرة. هنعمله بقى مع بعض وتشوفوا كده بنفسكم وتحكموا. حطيت بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، معلقة سكر عشان ما نكترش السكر يا جماعة، علشان ده اللي بيخليه يتحرق بسرعة. وانا قبل كده عاملة الوافل في القالب السيليكون، وارجعوا شوفوها على القناة. فضيت ظرف فانيليا علشان البيض، يبقى حطينا بيضاية وحطينا ظرف فانيليا ومعلقة كبيرة سكر. وهبتدي اقلبهم شوية لحد ما لونهم يفتح شوية. هنديهم تقليبة كده بالمضرب اليدوي او الكهربائي، او اللي انت تحبيه، او في الخلاط، مفيش اي مشكلة. خلاص كده هنزل بكوباية دقيق، كوباية من الدقيق، وكمان هنزل عليها بمعلقة من النشا. النشا هنا اللي بيخليها تقرمش. وهنا بقى دي طريقتي المعتادة، أنا بعمل دايما نص لبن ونص مية، نص كوباية لبن ونص كوباية مية علشان تحسي بالقرمشة. وكمان ربع كوباية من الزيت اهو. وهبتدي اقلب، بس خلي بالكوا بقى يا ريت تعملوا في حاجة اكبر شوية، لان انا سوري الدنيا باظت معايا كده. وحطيت يا جماعة كمان معلقة من البيكنج باودر عشان دي نسيتها في التصوير. المهم بقى هجيب الجهاز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وهفتحه معاكم. طبعا انتوا شفتوا الصورة لما عملته اول مرة، تمام. وهبتدي ارشه بقى، طبعا ده اللي مكتوب كمان على العلبة. هنرشه بالزيت كويس، نغلفه بالزيت كويس. والمفروض ان دي الطبقة التيفال بقى هتدينا الشكل اللي انتوا شفتوه. هننزل بالخليط كده في جهاز الوافل، ومش هنملاه قوي يا جماعة، نراعي الحتة دي علشان ما يخرجش بره الجهاز. هو يا دوب كده نحط شوية في النص وخلاص. وهقفل عليه بقى لحد ما اللمبة دي تخضر. هنا خلاص اللمبة اخضرت، وهبتدي بقى افتح زي ما انتوا شايفين. تاتاتا، شايفين؟ ايه رأيكم؟ يعني يا ريت يا جماعة الناس اللي بتعمل ريفيوهات، حرام. يعني انا واحدة مش ما عنديش قناة، ودخلت علشان هو عجبني وسعره كويس، وقلت لما اشتريه عشان اوفر واعمله في البيت لولادي. مش معقول اكيد كل اليوتيوبر اللي طلعوا، يا ريت واحدة يا جماعة تطلع تعمله لتاني مرة. هو اول مرة زي ما انتوا شفتوا حضراتكم الصورة، تمام حلو جدا، لكن بعد كده مفيش ولا مرة ظبطت. فنراعي ربنا يا جماعة، ومش أي حاجة نعمل لها ريفيو، لأن أنا دفعت فلوس وغيري دفع فلوس. فحضرتك لما تعملي ريفيو كاذب هتتحملي نتيجة إن، يعني أنا أسفة يعني هتتحملي نتيجة الكذب ده، لأن ده ما يرضيش ربنا. أنا الجهاز ده كنت شاريه ب250 جنيه، فسمعت إن عليه عرض، وقلت أعمل حاجة كمان وأنا معاكم علشان ما بقاش ظالمة يعني. هنا نقصت شوية وزودتهم شوية من معلقة من الدقيق، قلت يمكن العيب عندي، نجرب كده ونزود نتقل العجينة شوية. وزودت كمان الزيت، وهنشوف مع بعض النتيجة كده مع حضراتكم برضو. انا ليه عملت الريفيو ده يا جماعة؟ لان انا زي اي ست بيت عايزة اجيب جهاز توفر في البيت، تعمل حاجة نظيفة لولادها. مش معقول نعمل حاجة وبعدين نتفاجئ، يعني ده استخدام مرة واحدة يعني ويترمي. يعني عايزه اقول لكم والله استخدمته يعني مره، يعني بعد كده عملت كذا مره لا ما ينفعش. فقلت لا، لازم اخرج لحضراتكم واقول لكم علشان لو لقيتوه لا ما تشتريهوش، لان انا نفسي حد يبقى طلع جربه كذا مره. اهو زي ما انتوا شايفين، انا تقلت العجينه وهسيبه برضو لحد نفس المده اللي هم قايلين عليها. انا سايباه خالص. والحقيقة كان عندي امل ان يعني الاقي اي حاجة، بس ما لقيتش زي ما حضراتكم شايفين. فياريت يا جماعة اللي يعمل ريفيو، حرام، احنا مش لاقيين الفلوس في الشارع يعني. ولو لقيتوه ما تجيبوهوش، يعني انا عاملاه قبل كده
عامله الوافل قبل كده، ارجعوا في القناه تلاقوني عاملاه في القالب السيليكون اللي هو ب25 جنيه واحسن منه بكتير. انا بس قلت اجيبه لاولادي واجدد وافيد بيه، يعني افيد، يعني كان ممكن اصور الفيديو الاولاني واقول لكم ده واو وطلع حلو جدا واحسن حاجه، وتنزلوا تشتروه زي ما انا اتدبست كده وترجعوا تدعوا عليا. فانا بحب اقدم للناس اللي انا بستخدمه في بيتي، اللي يرضي ضميري، مش اروح اخلي الناس ترمي فلوس. فياريت يا جماعة قبل ما نعمل ريفيو نتأكد من الحاجة اللي احنا بنشتغل بيها وان دي فلوس وحرام. بس وانا اسفة جدا على الفيديو ده وما كنتش حابة اعمله. اشوفكم في خير، باي باي.